للدفع أو لتحريك الملف الصحراء الغربية بصفة عامة، وموريتانيا على. خرج وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو ودار ميزاجور للناس اللي راهي تخلط. السيد هدرها بالفم المليان وقال باللي موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية ثابت ما يتزعزعش، وهو الحياد الإيجابي. وش جاب الهدرة هذه؟ الحكاية وما فيها بلاد المخزن المغرب بداوا يطلقوا في الإشاعات ويقولوا باللي موريتانيا قلبت الفيستا وراهي مع الطرح تاعهم، وباللي راهي دارت كونترا على الجزائر. هذا التقارعيش قاعد داروه بالتزامن مع الجولة الجديدة تاع المفاوضات اللي راهم حابين يدفعوا بها الملف للأمام. النقاط اللي ركز عليها الوزير الموريتاني: لازم حل يرضي الطرفين. الوزير قال باللي موريتانيا راهي تدفع في المغرب والصحراء الغربية باش يلقاو حل سياسي يرضيهم في زوج. الخسارة راهي على الجميع. هدر باللي هذا المشكل طول بزاف والضريبة راهي تخلصها المنطقة قاع، موريتانيا، المغرب، الجزائر وتونس، سواء اقتصاديا ولا اجتماعيا. كذب خرطات الإعلام المغربي. الرد كان قوي على الأكاذيب اللي تقول باللي موريتانيا بدلت رأيها، وأكد باللي موريتانيا ما تنخرط إلا في مسار يوصل الحل المتفق عليه وبطرق دبلوماسية. من الآخر واش نفهمه؟ موريتانيا حبت تفضح اللعب القدر تاع نظام المخزن اللي حب يورطها مع الجزائر بالسيف. الرد الموريتاني جاء بارد وسخون باش يفرزي الأمور ويقول باللي بلادهم ما تمشي بحتى تيليكوموند وعندها كلمة واحدة في هذا الملف. كما تعرفون هذه هي الجولة الثانية تقريبا بعد المبادرة الأمريكية للدفع أو لتحريك الملف الصحراء الغربية بصفة عامة، وموريتانيا على موقفها الثابت الداعم والدافع للطرفين للوصول إلى حل مرضي يرضيان. هذا هو موقفها الثابت والدائم، ونعمل بجد وإيجاب من أجل تحفيز الطرفين على التواصل وعلى التكامل من أجل الوصول والاتفاق والوصول إلى حل مرضي بالنسبة للطرفين، نظرا لأن التكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغياب حل لهذا الإشكال البنيوي يدفعها الجميع، ندفعها في موريتانيا، تدفعها المغرب، الجزائر، الصحراء الغربية وتونس وكل المنطقة.